طيب جميل، انا لو عايز انزل تدريب في الشركه تنصحني اعمل ايه من الاول للنهايه او اروح اقدم فين؟ ماشي يا يارا، تعالى اقول لك انا ازاي اشتغلت اول شغل ليا بعد ما خدت كورس الماركتنج في شركه 12 فرع، والحمد لله بقيت فيها هيد اوف سوشيال ميديا. هي خطه معينه، بعد ما تاخدي اي كورس في الدنيا ومن غير مشروع عملي هتشتغلي في احسن شركه في مصر او بره مصر. تعالى اقول لك ازاي واحده واحده كده، خليكي معايا للاخر. نفترض بس خلصتي الكورس تمام وخلصتي التخرج، جميل. هتشتغلي فيديو اديتور، ميديا باير، جرافيك ديزاينر، اي حاجه. هتعملي ايه؟ طبعا دلوقتي لو رحت اي شركه، نفترض مثلا انا صاحب الشركه وانا فعلا عندي شركه ومعايا عملاء الحمد لله. اما بيجي لي حد تمام جونيور ما اشتغلش معايا حد قبل كده، انا استحاله اشغله عندي. حط نفسك برضو مكان صاحب الشركه. انا معايا عملي والعميل بيدفع لي فلوس، فانا استحاله اجيب حد جونيور يجي يجرب فيه فيجرب فيا فالعميل يقول لا والله انا مش مكمل. استحاله. يعني حط نفسك برضو مكان صاحب الشركه. فلو رحت لاي شركه يا هيدربك اي كلام ومش هتستفيد منه حاجه، اما في الاخر هقول لك لا والله شكرا شوفي شركه غيري. هتعملي ايه؟ هقول لك بالظبط انا عملت ايه. انا خلصت الكورس تمام، وبعد كده ما سبت الشغل. كنت شغال في محل هدوم، محل هدوم عادي جدا. تمام. كنت باخد من كل شهر 1000 جنيه. تمام. بعمل بيها اعلانات لعملاء صحابي. يعني مثلا انا واحد صاحبي فتح مش عارفه صفحه اونلاين بيبيع ايه، واحد جاري عنده اجنس عربيات، اروح له اقول له بقول لك ايه، ما تيجي اعمل لك اعلانات، لسه واخد كورس ماركتنج هعمل لك اعلانات. تمام. هشتغل معاك ميديا باير وهعمل لك اعلانات دي على حسابي بال 1000 جنيه في الشهر. والله لو ظبطت معاك اول شهر، تاني شهر ادفع لي. ما ظبطتش يا عم خلاص. طبعا اي حد مكانك جارك اصحابك يقول لك ماشي تعالي انا المستفيد، تعالى اعمل لي يلا. انا يا سلام زي الفل. بعد ما تعملي ده هيبقى معاكي عميل اتنين تلاته اربعه، الحمد لله معاكي تلاته اربع عملاء. ساعتها بقى في بورتفوليو حتى لو حاجه بسيطه او حاجات صغيره، بس في الاخر انت معاكي بورتفوليو. هتعملي ايه؟ هتروحي بقى لشركه تقدمي فيها كده خلاص؟ لا مش خلاص. بعد ما دخلتي خلاص اي شركه، تعملي استشاره مدفوعه مع اي حد خبره. كل مثلا شهر شهرين كل اسبوع. لو تعرفي انا كنت بخش استشاره مع حد مشهور جدا بدون ذكر اسمه ب 300 جنيه. دلوقتي الحمد لله انا بعد 12 سنه واشتغلت مع 9 دول سواء في الخليج او في اوروبا، وبعد ما مسكت اكتر من 300 عميل، في دلوقتي طلاب بيخشوا عندي كاستشاره برضه ب 300 جنيه لمده ساعتين. افتح معايا سكرين شوت. ايه رايك يا مستر عمر في الاعلانات دي؟ طب في مشكله في البلان، طب في مشكله في الاستراتيجي. يبقى انت خلاص شغاله مع عميل تمام، وبتخشي استشاره مع حد شاطر، وفي نفس الوقت بتخدمي على شغلك. يعني انت في الاخر كده محتاجه قولي 5000 جنيه بعد الكورس عشان تصرفي على نفسك وعشان الشركات بعد كده تعينك. بس كده سهل. يعني تاخدي الكورس و5000 جنيه وتمشي على الخطه اللي انا قلت لك عليها دي، وان شاء الله هتشتغلي باي مجال في الماركتنج وفي شركات تقيله كمان.